علاش اللحم كان ما بين 60 و70 درهم للكيلو دابا وصل حتى ل 120 130 140 درهم للكيلو؟ اذا المشكل ماشي في تحرير المحروقات، المشكل في الحكومه. غلاء الأسعار ولا واحد من أكثر المواضيع اللي كتشغل بال المغاربة اليوم. وقبل ما نبداو النقاش ديالنا خلينا أولا نسمعوا شنو قال دريس الأزمي في هذا التصريح. هذه الحكومه اولا اللي هي دابا اصبحت مصومه بالتضارب والمصالح وبالجشع يعني هي اللي دارت نوضات هذه العافيه في هذه الاسعار هذه، لانه ما تتراقبش. حكومه ضعيفه امام الراسمال، حكومه ضعيفه امام شركه المحروقات، حكومه غير قادره على القيام بدورها في المراقبه، لانه اصلا اذا كان رئيس الحكومه عنده تضارب المصالح الاخرين غادي يتبعوا. تيقول لك اذا كان رب البيت يعني للدف ضاربا فمن يعني شيمة اهل البيت الرقص او كما قال الشاعر. فلذلك هذه القضيه الاولى اللي تيتقال بان المشكل كاين في شركه في المحروقات هو اللي جابوا الغلاء، هذا غير صحيح. والا قولوا لنا 2015 2021 علاش ما كاينش هذا الغلاء هذا؟ اذا الاولى المشكل في الحكومه. اذا كما شفنا الفكره اللي كيركز عليها دريس الأزمي واضحه. المشكل في وجهة نظره ماشي غير في ارتفاع ثمن المحروقات، وإنما في الحكومة وطريقة تعاملها مع هذا الارتفاع، خصوصا في ظل الحديث عن تضارب المصالح. وبمعنى آخر، ملي كتكون الحكومة عارفة بأن ارتفاع المحروقات غادي ينعكس على النقل والإنتاج والأسعار، فالمسؤولية ديالها هي أنها تدخل وتحاول تحمي القدرة الشرائية ديال المواطن، وما تخليش السوق يتحول لمجال كيأدي فيه المواطن الثمن بوحده. خصنا نكونوا واضحين مع الناس. القرار ديال تحرير المحروقات اللي خرج في الجريده الرسميه 29 دجنبر 2014 عفوا، لانه غيبدا في فاتح يناير 2015، هذا قرار ديال رئيس الحكومه يوقعه هو بدون اللجوء الى مجلس الحكومه. فإذا كان هذا رئيس الحكومه الحالي ووزراءه في الماليه والوزراء اللي تينتقدوا هذا الاصلاح ديال المقاصه كان بامكانهم يتراجعوا، ما قادينش يتراجعوا عليه، وقالوها بوضوح. رئيس الحكومه قال لك الا مشيت حتى قصت هذا الاصلاح ديال المقاصه الميزانيه غتكون متقوبه. وزيرته في الاقتصاد ووزيره في الميزانيه قال لك ودي الا مشينا حتى قصنا هذا الاصلاح ديال المقاصه اللي دارته العداله والتنميه، بطبيعه الحال ما تيقولوش هما اللي دارتوا العداله والتنميه، هما تيقولوا دارتوا العداله والتنميه من تيجيو يتكلموا على الاسعار، ولكن ملي تيجيو يتكلموا على الميزانيه ديال التعليم والميزانيه ديال الصحه والدعم الاجتماعي المباشر اللي غنجي نهضر عليه ما تيتكلموش على العداله والتنميه. اذا الا كان هذا الاصلاح غير صالح تراجعوا عليه. قرار ورقه ديال رئيس الحكومه فيها الماده 1 الماده 2، ورقه لا تتجاوز ورقه، ما قادينش، لانه بالفعل الميزانيه غتكون متقوبه. والأزمي هنا كيدير حتى مقارنه مباشره مع الفتره اللي كان فيها حزب العداله والتنميه في الحكومه، وكيقول بان المواطن ما عاش نفس المستوى ديال غلاء المعيشه اللي كيعاني منه اليوم. وهذه المقارنه كتخدم الرساله السياسيه ديالو بشكل واضح. كيبغي يقول ان الفرق ماشي فقط في العوامل الاقتصاديه، ولكن حتى في طريقه تدبير الحكومه للملف. وطبعا ملي كنسمعوا هذا الكلام خاصنا نسولوا سؤال بسيط: واش فعلا الحكومه الحاليه دارت كل ما يمكن باش تحد من ارتفاع الاسعار وتحمي المواطن، ولا كانت عندها امكانيه دير اكثر من اللي دارت؟ وهنا بالضبط كيبان جوهر الانتقاد اللي وجهه الأزمي. المواطن ما كيهموش غير يعرف علاش الاسعار طالعه، المواطن باغي يعرف شنو دارت الحكومه باش توقف هذا الارتفاع، وشنو دارت باش تحمي القدره الشرائيه ديالو. وبالتالي الرساله اللي كيوصلها الأزمي هي ان غلاء الاسعار ما خاصوش يتفسر فقط بالسوق الدوليه وبالمحروقات، وانما خاصنا حتى نحاسبوا الحكومه على طريقه تدبيرها لهذه الازمه، وعلى القرارات اللي خدات، وعلى واش فعلا كانت في مستوى المسؤوليه. وفي الأخير بغينا نعرفوا رأيكم، واش كتفقوا مع هذا الطرح؟ واش فعلا الحكومة كان ممكن دير أكثر باش تحمي القدرة الشرائية ديال المواطن؟ إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكتبوا لنا في التعليقات شنو رأيكم في هذا الموضوع، واش فعلا غلاء الأسعار مسؤولية الحكومة ولا كاينة عوامل أخرى؟